السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا مزيان وفي احسن الاحوال وصحه جيده. المتتبعين ديالي كاملين كنبغيكم، شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. واليوم معكم فيديو جديد اللي هو خارج على نمط ديال الطبخ. كما كتعرفوا فالقناه كانت كتجاري فقط الطبخ، لكن اليوم غادي يكونوا فيديوهات اللي هما جداد خارج على الطبخ والشهيوات كما كنقولوا. فاليوم غادي نشوفوا هذا الفيديو. هذا جا تحت طلب العديد من الاخوات، وقلت لي ما نشاركش معكم هاد التدبير هذا يعني كنساير به او لا كنجاري به الشهر ديالي. بالنسبه للتدبير ديالنا ديال اليوم فهو غادي يكون ديال التقسيم ديال 1100 درهم. فكما كتشوفوا 1100 درهم، نظرا اللي عندنا هاد 100 درهم هذه البنات كما غادي تشوفوا. فهاد 1100 درهم فهي محيدين منها الكرا، الماء، الضوء، يعني فقط هذه للاكل والشرب. فعندنا هنايا هاد 100 درهم البنات اللي هي فقط زايده نظرا للارتفاع ديال الغلاء اللي حنا كنعيشوه اليوم وكل نهار. يعني كما كتشوفوا الامور غاديه وماشيه وكتزاد، وحتى شي حاجه ما بقات في بلاصتها. يعني كل شهر كنشوفوا الاثمنه خياليه، يعني اي حاجه ماشيه وكتزاد، ما حتى حاجه ما بقات في بلاصتها. فعندنا هنايا البنات هاد 100 درهم هذه كتقولي لراجلك عافاك زيدني بكلمه حلوه. حسن قالك المراه، كما كيقول واحد المثل، المراه اللحلاحه حسن من الف من المراه سحاره. فغادي نمشيو بهذه الطريقه هذه. غادي ندوزو الان، غنخليو هاد الفليسات على جنب وغادي ندوزو نعطيكم هاد التقسيم هذا. قبل ما غادي نعطيكم التقسيم ديال الاخر غادي نزيد لكم الكاميرا مزيان باش تشوفوا كيفاش غادي نقسموا هاد 1100 درهم. فبالنسبه لهاد التقسيم هذا غادي نشوفوا الحويجات اللي هما اساسيين. عندنا المواد الغذائيه فهي الركيزه الاساسيه ديال الدار، زائد اللحوم كما كنقولوا، زائد الخضر والفواكه. فهادو هما كما كنقولوا اللي كيهزوا الدار. فبالنسبه لهاد المواد الغذائيه كنعطيها 400 درهم. ايضا بالنسبه للحوم غادي نعطيها 250 درهم. فغادي من بعد غادي نشرح لكم علاش عطيتهم 400 درهم و250 درهم. والتقسيم ديال الخضر والفواكه غنعطيوها 350 درهم. فهذا هو التقسيم اللي غادي نستعملو. كما كنقولوا فعندنا هنايا الدار هاد 400 درهم زائد 250 درهم، 350 درهم في كل حاجه. فهنايا عندنا الدار ماشي كاع مشطبه او لا مكحطه ما فيها حتى شي حاجه، وانما كاينين شي حويجات، لكن حويجات غادي ناخذوهم اللي اساسيين واللي ما عندناش. والحويجات اللي عندنا في الدار غادي نشوفوا شحال عندنا وشحال خصنا. هذه هي الطريقه اللي كنسير انا بها داري. يعني قبل ما كنمشي نشري كنشوف الطاسات ونقلبهم ونشوف شنو عندي وشنو ما عنديش. يعني ديك الحويجات اللي كننظم فيهم الباكاسي ديالي، يعني كل شيء كنشوف شنو عندي وشنو ما عنديش. من بين المواد الغذائيه الاساسيه اللي كنحتاجو تقريبا كل شهر هي الزيت، الدقيق. بحال دابا انا الدقيق كنستعمل الدقيق ديال القمح الكامل زائد الفورس اولا الدقيق الابيض. غادي نشوفوا ايضا نركزوا على شحال مثلا عندنا ديال العجائن، ايضا القطاني اللي كنستعملو كل شهر. فبالنسبه للعجائن والقطاني كل واحد كيعرف راسو شحال كياكل من كيلو، يعني واش كتاكلي كيلو من كل حاجه، يعني كل واحد نص كيلو، شحال خاصك، شحال عندك في الدار. يعني كتشوفي كما قلت لكم قبل كل شيء الدار شنو فيها وشنو ما فيهاش. عندنا هنايا البنات غادي نشوفوا ايضا الشاي اللي هي من بين الاساسيات اللي شحال كنستعملو، ايضا السكر كذلك غادي نشوفوا. يعني هذه هي يعني كنمشي كنستمر وكنقيد بهذه الطريقه هذه شنو كيخصني. نتوما اخواتي واحبائي كل وحده شنو كيكون عندها. كذلك المواد ديال التنظيف اللي كيخصنا ما نساوهاش، بما فيها جافيل، ثاني كروه، التيد، يعني كلشي داكشي اللي كتحتاجوه. بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه الماعن شنو كيخصهم، يعني كلشي فلوطه، يعني كلشي كتقيدوها البنات داكشي اللي كيخصكم فقط. غادي نستمر هكا. مثلا كما قلنا الحاجه اللي عندنا، مثلا الا كانت عندنا شي حاجه في الدار كيلو، علاش انا غادي نمشي نشري منها حاجه اخرى؟ اولا هذاك كيولي كيتسمى التبذير. فعندنا هنايا صنف الحلويات، هذا الصنف هذا كنقيدوه هو الاخير. غادي تسولوني علاش هذا الصنف ديال الحلويات كنخليوه هو الاخير، لانه ماشي كما كنقولوا اساسي. يعني حتى كنشوفوا لاله مولاتي شحال تشاطرتي في المواد الغذائيه عاد كنزيدوها في الحلويات.
عاد كنشوفوا راسنا شنو غادي نتشهاو وشنو نشريو وشنو ما نشريوش في الصنف ديال الحلويات. يعني كان المواد الغذائيه الاساسيه كتلعب الدور في الشطاره ديالها بالنسبه للحلويات. ايضا بالنسبه للحوم كنشوفوا ايضا شنو غادي خصنا وشنو شنو عندنا في الدار شنو ما عندناش. يعني كنشريو داكشي اللي كيخصنا ديال الدجاج ولا الدجاج، زائد عندنا الاسماك، يعني داكشي اللحم ديال البقري اولا الغنمي بسوسيط، يعني داكشي اللي كتبغيو. بالنسبه للكفته كما كنعرفوا فكنشريوها كما كنقولوا مره ومره، داكشي اللي غادي نطيبوه في دقه واحده والله يعاون العاونات. فعندنا هنايا ايضا بالنسبه للخضر والفواكه حتى هي كنعتمدوا على الخضر الاساسيه وايضا الفواكه الاساسيه. بالنسبه للخضر الاساسيه كنصنفوها في البطاطا، في البصله، يعني في الحويجات اللي كيتحتاجوا ديما في الدار واللي كيهزوا الدار يعني مزيان. والفواكه ايضا كنشوفوا الحاجه اللي هي رخيصه وكيبغيوها وليداتنا، ما كنركزوش على الحاجه ديال الكيوي ولا شي حاجه اللي هي ديال التبديل. اجي نشوفوا نعمل لا منين نتقداو. بالنسبه للتقديه البنات كتلعب دور كبير في الشطاره. خصك تكوني لاله مولاتي، كل ما تشاطرتي فانتي رابحه. الا انت عرفتي كتشاطري ولو ب10 دور بدرهم فانتي رابحه. فالبائع كيضرب على راسو وانتي ضربي على راسك اكثر. اي واحد في هذا الزمان هو تاجر كيضرب على راسو وانتي ضربي على راسك كما قلت لك اكثر فاكثر. الا نقصتي في المواد الغذائيه لاله مولاتي وفي الزيت وفي الطحين وفي كل حاجه ولو درهم 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 من كل حاجه فانتيا رابحه يا لاله مولاتي في اللحوم. ولا نقصتي ايضا من اللحوم فانت داكشي اللي غيخصك فانتي رابحه في الخضر والفواكه. وهكا هي كتمشي كما كنقولوا يعني سلسله متوازيه بهذه الطريقه. هذه هي الطريقه المعتمده عندي. يعني خصك تكوني حاذقه وقاده ولا مولاتي في الشطاره. اجي نشوفوا منين نتقداو هذا الشيء هذا. غادي نشوفوا عندنا الاسواق الكبرى وعندنا الاسواق الصغرى. بالنسبه للاسواق الكبرى غادي نصنفوها كما كنقولوا في مرجان مترو، يعني في اسواق اللي هي كبيره ومعروفه جدا. والاسواق الصغرى يعني غنعتمدوا على السوق الاسبوعي، وايضا غنعتمدوا على كسميتو على الهري. فبالنسبه للاسواق الكبرى شنو كناخذ منها؟ اي حاجه ناقصه البنات في الاثمنه. يعني يعني انسان خصو قبل ما يتقدى ديما يدور واحد النهار يدير دوره عاد اللي موراه يمشي يتقدى. هاد الاسواق الكبرى فاش كتنفعك؟ يعني الحاجه الا كنتي غادي تاخدي منها بزاف بحال مثلا الشاي عفوا كنتي كتستهلكي مثلا 4 الباكيات فيستحسن تاخديه من الاسواق الكبرى، يعني كيتقام لك بالجمله. وكناخذوا منها الحوايج اللي فيها البروموسيون. يعني البروموسيون كيلعب ليك دور مهم البنات في الشطاره ديالك اولا في الميزانيه ديالك اللي كتقضاي بها. كما قلنا غادي ندوزو نطرقوا مزيان لهاد الاسواق الكبرى. كناخذوا منها ايضا الحويجات بحال الحليب والمشتقات ديالو بما فيه البيض مثلا، الحليب اللي كيكون رخيص تما، ايضا كما كنقولوا يعني الفرماج، يعني داك الفرماج الاحمر. يعني كيبقى لكم الاختيار يعني شنو كتاخذوا ليا دانون، يعني داكشي اللي بغيتو نتوما كيبقى لكم. لكن الاسواق الكبرى في هادشي هذا كما كنعرفوا فهي رخيصه جدا. دائما كنشوفوا الحويجات اللي فيها رخاص بحال مثلا ايضا عندنا فيها رخيص بحال الكسكسو البنات، زائد الدقيق، زائد يعني ما نحتاجش نعطيكم كل شيء، وانما كل سوق شنو فيه رخيص بالمقارنه مع الهري. فالهري يعني كتاخذوا منه الحويجات كما كنقولوا اللي يعني حتى هو اللي ناقص بالمقارنه مع الاسواق الكبرى. بالنسبه للصنف د الحلويات البنات كنوصيكم دائما حاولوا تقداوه من الاسواق الكبرى لانه تما رخيص، خاصه داك الشوكولا بيبينير شوكولات يعني عادي زائد من الفوق. يعني داكشي د الحلويات بصفه عامه البنات في الاسواق الكبرى فهو ناقص عندنا البنات. هذه هي الطريقه. فغادي نصنفوا ايضا بالنسبه للاسواق الصغرى شنو غادي ناخذوا منها. كما طرقنا الهري وطرقنا لكل شيء، فهنايا غادي ندوزو للسوق الاسبوعي اللي كيلعب دور مهم
في شراء الخضر والفواكه. كناخدو او من يستحسن السوق الاسبوعي احسن من داك الديتاي كل نهار. يعني السوق الاسبوعي كتاخدي منه البطاطا، مطيشه، البصله ديالك، داكشي اللي كتستعملي بالاسبوع كامل. بالنسبه للميزانيه اللي عطيتكم هذا النهار هذه، الا جينا نجمعوها عندنا 400 درهم زائد 250 درهم زائد 350 درهم اللي عطيتكم ديال الخضر والفواكه. كوني لاله مولاتي وقداو الشطاره، فعندي هنايا اللي غادي تعطيني في المجموع ديالي 1000 درهم. فهاد ال1000 درهم البنات هي فاش حددنا الميزانيه. وبالنسبه ل100 درهم اللي عندنا كما كنقولوا كهو المبلغ اللي غادي يكون عندنا نلعبوا به، الا كان في حاله يعني كانت عندنا الخصاص فكنزيدوا ديك 100 درهم. ما كانش عندنا الخصاص في شي حويجه فديك 100 درهم كنحاولوا نشيطوها يا لاله مولاتي. وهاد 100 درهم هذه حاولي يا لاله مولاتي تكوني قاده مولاتي واقتصدي على راسك. فكل ما تشطرتي على راسك وضربتي على راسك مع التاجير فمزيان لك. بنادم الانسان خصو يكون كما كنقولوا في هذا الزمان كل واحد كيشوف مصلحته. حتى انت شوفي مصلحتك، حتى واحد ما كيعطيك ديك 10 دورو ولا ديك الدرهم باش كتمشي تقضاي. فهاد 100 درهم البنات فانا دائما كنحاول نشيطها وبها باش كنشري شي حميعنات ولا شي حويجه لداري كنزيد عليها وكنشري حميعنات ولا شي حويجه. فهذه هي الميزانيه اللي غادي نستعمل اليوم. وهاد 100 درهم هذه ان شاء الله الا سهل ربي غادي ناخذها وغادي نديرها في واحد لاكيت وغادي نوفرها الا كتب ربي في تالي الشهر. وإلا تخصيت فيها فغادي نوفر بها او لا الا تشهيت شي حاجه نشريها. فهذه هي الطريقه. يعني الانسان ما كيحرمش راسو وكيسير راسو. من هذا الشيء كامل البنات فكنوصيكم انكم تجاريو راسكم عفوا. ما عرفناش منا القدام شنو كاين وفين غادي توصل هاد الاسعار هذه. يعني الانسان خصو يجاير راسو خاصه في هاد الظروف اللي هي صعيبه. وكنتمنى وربي يرفع علينا هاد الغلاء اللي ولينا كنعيشوه اللي تقهر به سواء موظف او لا مسكين او لا فقير. يعني كلشي تقهر البنات بهاد الغلاء هذا، سواء اللي عنده سواء اللي ما عندوش. هكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما تبخلوش عليا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولما لا تعليقات محفزة ديالكم. إلى اللقاء.